كيفاش نقول لك؟ اولا العاهره معناها الرائج غير وارده في حياتي بالمره، وانا ملي كنت كنستعمل كلمه عاهره فهو لغرض واحد، وهو انني نرد السلعه على مواليها، نرد السلعه على كل ذاك المغاربه العنيفين القساة اللي كي كل ما اتاحت لهم فرصه انهم يعايروا ولادنا شبابنا بانهم ولاد العاهرات، خصوصا في المظاهرات من طرف الشرطه المغربيه. على حسب ما كانوا الشباب المغربي الامازيغي كيتصل بيا وتيقول لي راه حنا كرفصونا الشرطه، كرفصتنا الشرطه وكانوا كيعايرونا دائما بولاد العاهرات. فانا كتحدي مني بطريقتي الخاصه كنت كنستعمل هذه كلمه عاهره، انا العاهره، كتحدي انا العاهره وابنائي ابناء العاهرات وماذا بعد. وان كان من شخص يتحمل المسؤوليه في ذلك فهو الذي صنع العهر واسباب العهر. اذا العهر كمساله او كسلوك لا اخلاقي غير وارد في حياتي، وانما هذا موقف مني او وسيله مني نضاليه بشكل صارخ، بشكل واقعي الا بغيت نقول، بشكل مستفز، بشكل عادل، لانني كنرد السلعه على مواليها، على الناس اللي كيوصفونا حنا بالعهر كنردوا لهم على اساس اننا حنا عاهرات بسببكم، وابناؤنا ان كانوا ابناء عاهرات فلان عهركم السياسي كان السبب في عهرنا الاخلاقي. وهنايا تنترجى من الشباب الامازيغي خصوصا اللي كيبقاو يصيفطوا ليا ويعايروني ويقولوا لي العاهره، راه تنقول لهم حشومه عليكم. الناس اللي كيتهموك بالالحاد، اما الالحاد فانا باش نجاوب على هذا السؤال هذا ونقول واش انا ملحده ولا مش ملحده، الا جاوبت عليه اصلا اساس حقوق الانسان ما غاديش نكون استاذه الفلسفه وشاعره ملتزمه الا جاوبت على هذا السؤال واش انا ملحده ولا مش ملحده، لان هذا هجوم عليا، هذا نصف الحريات الفرديه. انا من الممكن نجاوب جواب وندير لهم خطر ونقول لهم لا انا مسلمه وانا مؤمنه، ولكن اذا جاوبت بمعنى انهم نجحوا في المشروع ديالهم الارهابي وانهم دفعوني نكون في موقف ديال دفاع، وانا ما بغيتش نكون في موقف دفاع، انا خصني نكون باعتبار انتحاريه دائما انا في موقف هجوم وليس في موقف دفاع. اذا الا جاوبت بمعنى نجحوا انا ماشي ملحده، نقول لهم انا ماشي ملحده، ولكن نظرا لانني نبغي نبين ولا نثبت عليا حقيقه اخرى اللي هي اجمل منهم، غادي نقول بشكل واضح انني ماشي ملحده وانما مؤمنه. انا انسانه مؤمنه بمن وبما كيبقى هذاك شغلي، لانني الا قلت مؤمنه هذا شو باش بمعنى مره اخرى انني نجحوا في ارهابهم ضدي، نجحوا في نصف الحق في الحريات وفي حريات المعتقد. المعتقد الديني هو شأن شخصي، ولا جاوبت انا عليه وقلت لهم انا مسلمه غير كونوا هانيين هذا خيانه مني للحق في حريه المعتقد. بالتالي ما نقدرش نقول راسي بانني انا كاتبه ولا شاعره كتدافع على حقوق الانسان في المغرب. اذا انا مؤمنه فقط، كنقولها غير الناس اللي هما غير باش نصحح، ماشي باش نرضيهم، وانما مع نفسي ربما اجيب نفسي في هذه اللحظه واقول انا مؤمنه، ومؤمنه باشياء انا اراها تستحق الايمان بها، فقط انا اجيب لنفسي وليس لارضائهم. وبالتالي هذا الخطاب ديالهم ديال انهم يشدوا يبقاو يقولوا ملحد لاي واحد، هذا راه خطاب همجي، خطاب من شأنه أن يسيء للإنسان وللمغرب المعاصر الذي يريد أن يكون مغربا حقوقيا قانونيا، مغربا منصفا، مغربا متعددا، مغربا يصون كرامة الإنسان، مغربا يريد أن يذهب بالإنسانية إلى أبعد نقطة ممكنة في الصفاء الإنساني، في التسامح الإنساني، في اللبن الإنساني. وبالتالي
أي تنازلات منا احنا ككتاب كمثقفين غادي يكون خيانة لرسالتنا وضعف منا أمام الخطابات اللا إنسانية اللي كتبغي تقول الكلمة ديالها الأخيرة والكلمة ديالها هي اللي تكون في الآخر. أعتقد أنني دافعت بما يكفي، ماشي عن نفسي وإنما عن حق أي إنسان في أن يكون ما يريد أو من يريد بالطريقة التي يريد، لأن أن نكون كما يريد الآخرون هذا ليس كونا، هذا ليس وجودا مشرفا للذات الإنسانية أو للإنسان باعتباره إنسان عاقل، إنسان عنده كبر وكبرياء، إنسان عنده شوق للكمال للاكتمال، إنسان عنده غيرة لا تقاس على الله في الأرض، على الله في الأرض. نعم ننسى الله، ولكن من خلال دفاعنا عن الإنسان ندافع أيضا عن الله الموجود فينا، عن الصورة التي يريدها الله لنفسه بيننا، عن مفهومه الجميل وليس مفهوم ناس لا يتقنون صنع المفاهيم الجميلة. في دفاع عن نفسي دافع عن الله، دافع عن الله ضد تصوراتهم الضيقة، ضد أحلامهم الدموية، ضد تعفناتهم الباطنية، ضد خطاباتهم اللا إنسانية، ضد جمال الله في الكون، في المجتمع، في الفن، الضمير الإنساني. الله الذي يقتل لا نريده، الله الذي باسمه يعتدي آخر على حقوقي لا أريد هذا الله. فالله الذي نريده هو إله أو هو الله العاقل، هو الله الطيب، هو الله الجميل، هو الله الفنان. أليس الكون كله لوحة فنية أو عمل فني لفنان عظيم؟ إذا لماذا نلغي الفن؟ لماذا نلغي الحب؟ لماذا نلغي الضوء؟ والضوء جزء من الفن، جزء من النور، جزء من الجمال. لماذا كل هذه الحرب الشرسة ضد الجمال؟ هؤلاء الذين يحاربون الجمال إنما يحاربون الله فينا، وبالتالي عليهم أن يتقاعدوا ليتركوا المكان للناس الجميلين، للناس الطيبين، للخيرين، للذين لديهم غيرة كبيرة، غيرة مرضية ربما تبلغ مستوى المرض، غيرة على الله، غيرة على الحب، على السلم، على الجمال، على النور، على الخير، على الحق. هؤلاء الناس يجب أن يعفونا من شرهم، من نظراتهم الضيقة، من حقدهم على الله وعلى البشرية. هؤلاء الناس لا محل لهم في اللحظة الراهنة للإنسانية. هؤلاء الناس ينتمون إلى الكهوف القديمة، هؤلاء الناس ينتمون إلى الغابات الشرسة. هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالإنسان ولا بالله ولا بالخير. هؤلاء الناس لا ينتمون إلى مجموعتنا الشمسية. هؤلاء الناس ليسوا خفافيش ظلام فقط، وإنما تماسيح ظلام. هؤلاء الناس نغصوا علينا حياتنا، نغصوا علينا إيماننا، نغصوا علينا طموحنا لكل ما هو جميل. هؤلاء الناس أربكوا لحظتنا الإنسانية. هؤلاء الناس قتلوا فينا كل إرادة من أجل الصمود، ولكن ما زال فينا رماد. هذا الرماد ينبعث كل لحظة أمام شراستهم، أمام تعفنهم، أمام كرههم للناس. هؤلاء الناس يسيئون للناس من خلال اضطهادهم للناس ولأنفسهم في الناس. هؤلاء الناس لن نسامحهم أبدا.